السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى جمهور مطبخ هبة، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، طالعين من العيد بقى وتعبانين وكسلانين وسايبين البوتاجاز وفي مننا مش قادر زي حالاتي كده، وعملنا الاكل وننام وعملنا الاكل وننام وكلنا اللحمة وننام. فالموضوع بقى بصوا صعب جدا. انا عايزه اقول لكم انا عارفه والله، والحراره والنور بيقطع. مين فينا البوتاجاز بتاعه وصل للمنظر ده؟ يعني انتوا شايفين المنظر عامل ازاي؟ انا عايزه اقول لكم انا بصباعه اهوت ما بطلعش حاجه يا جماعه، ده زي ما اكون ملزوق. تمام. عايزين نشوف هنضفه ازاي. مكان البخور طبعا والفحم وكده، ومكان الاكل، والاولاد يخشوا يسخنوا وده يخش يسخن. وعايزه اقول لكم انا كنت همدانه جدا وطالعه من العيد مش قادره خالص، وكسل الدنيا كله كان فيا لحد ما وصل البوتاجاز بتاعي للمنظر ده. تمام. عايزين ننضف البوتاجاز يا هبه ونوصله لطريقه سحريه جميله. عايزه اقولك من غير كيماوي، من غير اي ماده تجيبيها تلسع ايدك تكتم صدرك تعمل مناخيرك. على العموم انا عندي حساسيه، فانا ممنوعه من اي روايح اشمها اللي هي فيها كيماويات يا جماعه. تمام. فكنت بتضايق جدا وبفكر جدا ازاي انضف حاجتي واخليها بتلمع، لان انا عندي يعني صدري بيتكتم بسرعه من اي شيء. تمام. ففكرت في كذا فكرة وعملت البوتاجاز بتاعي بكذا حركة. الصراحة في حاجات بوظته وفي حاجات رجعته لطبيعتها. بس عايزة اقول لكم واقسم بالله والله العظيم ثلاثة، انا ما مخترعاها ولا اي حاجة، جت صدفة معايا جدا بحتة. غليت مية سخنة وكان عندي بيكنج باودر اللي هو بتاع الحلويات الطبيعي. فقلت طب ما انا اجرب. هو لازقين، خلي بالكم ما تستخدموش سكينه ولا معلقه في تكحيت الحاجات دي كلها. انا بوريكم على الطبيعه يا جماعه والله العظيم ثلاثة، انا ما كحت حاجه بسكينه ولا اي حاجه. انا رشيت بيكنج باودر ورشيت ملح وحطيت ميه سخنه فقط لا غير. الموضوع ده تسيبيه قد ايه؟ 10 دقايق مثلا عبال ما تصبني مواعينك. تمام. هو انت مش هتوصلي البوتاجاز بتاعك كده يعني الى ان في ناس تعبانه زي حالتي كده ريحت انتخت، كنت في مشوار جيتي عملتي عيالك عملوا وراكي بهدلوا كده هوت، فهتحتاجي طبعا. تمام. هترشي البيكنج باودر ورشيت الملح، لا حطيت ليمون ولا حطيت خل ولا اي حاجه. الحاجات دي اضافيه ممكن تحطيها عادي اوريدي، يعني ممكن تنضف معاكي، بس انا بوريكي ابسط الامور. ابسط الامور. بصي بوتاجازك هيوصل لايه. تمام. انا طبعا الميه السخنه بحطها، شايفين البيكنج باودر بيفور. لو عندك ملح ليمون برضك حطيه. بس انا بقولك ابسط الامور يا جماعه، انا مش بعقدها لك ولا اي حاجه. انا قدامك اهو بيكر يعني بيكنج باودر وملح وميه سخنه فقط لا غير. انا عايزه اقولك السحر كله في الميه السخنه. وطبعا دي اللهلوبه بتاعتي اللي طلعتها في فيديو قبل كده. عايزه اقول لكم يعني بجد ربنا يبارك للي عملها فعلا، يعني لا غنى عنها. اكنك يعني ولا هتستخدمي سلك مواعين ولا اللي هي السلكه الاستانلس اللي انتوا عارفينها التانية. بصي انا طبعا اشتغلت معاكم على طول، والميه السخنه طبعا انا مش متحملاها، بس بحاول على قد ما اقدر يعني بعمل كده اهوت قصادكم. تمام. وماشيه يمين وماشيه شمال ان انا ايه بوريكم. بصوا اوامر هي طلعت فوق قدامكم اهو، وهوريكم القشر عملي قصادك بيطلع. بصي انا من غير اي حاجه والله، وهتعمليها وهتدعي لي فعلا، هتقولي لي ربنا يبارك لك وليكي بالدعوه بالمثل كمان. قبل اي شيء فين الاشتراك؟ فين تفعيل الجرس؟ فين كل ده يا جماعه؟ يعني مش عارفه اقول لكم ايه، بس بجد انا بحبكم واتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه بتاعتي وتشيروها على قد ما تقدروا علشان غيركم يستفاد. ده اذا المحتوى افادكم فان شاء الله هيفيدكم. تمام. بصي انا بدعك اهو مش دايسه والله، انا ما بدوسش جامد قوي لان الميه سخنه خلي بالكم. تمام. انا بسيبها لما تبرد عندي. بصوا من اول حطه بس، واديله ادي بقى ودعاكي وايه. بصي طلعي طاقتك كلها، شوفي اللي مضايقك من العيال من الاخت او اخ او اي حد. بصوا شايفين القشره عملي اهي، انا لا شعوذه ولا اي حاجه. والليفه دي عايزه اقول لكم عامله زي بصي انا مش دعكه قوي خلي بالك، انا عارفه لو دعكت قوي هتطلع معايا بسرعه، بس الميه سخنه طبعا
فمش عارفة الصراحة املكها شوية يعني علشان الجو حرارة. وعايزة اقول لكم يعني الله يعيننا بجد في الحرارة اللي احنا فيه ديت. المطابخ نار جدا والواحد فعلا لا يطاق المطبخ. من عمايل اكل لده لده لده. كنفسيا الحرارة عاملة على نفسيتنا جامد جدا مع قطع النور طبعا. فيلا الحمد لله على كل حال، وفترة وهتعدي ان شاء الله. تمام. بصي بقى يا جميلة، انتي وهي او مين، او انت يا شاب او انت يا راجل، يعني هو شرط بس الست اللي تدعك البوتاجاز؟ لا، في رجاله كتير بتدعك البوتاجاز، في شباب كتير بيساعدوا والدتها، في بيساعدوا ازواجهم. يعني الازواج بيساعدوا. بصوا كل حاجه طالعه على عينيكم اهوت. انا مرضتش امنتج ولا اشيل اي حاجه من الفيديو يا جماعه علشان اوريكم كل حاجه عملي. ورجعت حطيت ميه سخنه تاني اهي. يا جماعه الميه سخنه والله سحر جامد. انا من غير اي حاجه الميه السخنه بصوا. يعني انا عشان انا ما سبتهوش، عارفه انا لو كنت سبته نص ساعه او ساعه. بس خلي بالكم لو بوتاجازه طبعا اشعال ذاتي او اي حاجه، بلاش بلاش يا جماعه ندلق ميه كتير. هي ميه بسيطه جدا هتفور لكم الكلام الجميل ده. بصي كل حاجه انا حطيت لك ميه سخنه تاني ليه؟ عشان اوريكي الحاجات اللي انا دعكتها طلعت على وش سطح البوتاجاز اهي. عشان اوريكي الحاجه عملي قصادك. يعني انا مرضتش امنتج والله الفيديو خالص. ولا رضيت اقطع في الحاجه، انا ماشيه معاكي واحده واحده. علشان اوريكي. يعني كيس البيكنج باودر بكام؟ 2 جنيه، جنيه ونص. كيس بيكنج باودر. او يا ستي 5 جنيه. 5 جنيه هجيبي بقى بيكنج باودر. بصي البوتاجاز، اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي بجد، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وعايزه اقولك الكاميرا كمان ظلماها. والله ما احط حاجة تانية خالص غير بيكنج باودر وملح ومية سخنة فقط لا غير. تمام. نسمي بالله بقى ونصلي على رسول الله. عندنا بوتاجازنا، عندنا المطبخ بتاعنا. عايزة بقى بصي العيون بقى وما ادراك مع العيون. انا عشان السلكة طبعا ناشفة، وبعدين انا لما باجي اعمل على الحوض بتبقى اسهل ليا. فطبعا انا عامله لكم على الرخامه بتاعه المطبخ. تمام. فضايقتني شويه في ديت في الدعك بتاعها. بقت تلزق في الحته شويه وتلزق في البتاع شويه في الحته اللي انا حطاها. بس هوريكي من اول دعكه. بس بص الكربونات. اللهم صل على النبي. مش عارفه معلقه في الكربونات ليه. البيكنج باودر بصي. والله بيكنج باودر والله كمان مره هو اللي عامل معايا كده. البيكنج باودر والملح فقط لا غير. سبحان الله، يعني يوضع سره في اضعف خلقه. يعني لفيت كتير على مساحيق ولفيت كتير على حاجات كتير عشان صدري طبعا وكده. لان الكل عارف تبعي طبعا، اهلي وحبايبي عارفين اني انا بتكتم من اي حاجه فيها مواد كيميائي. ماشي. بصي اهو اللهم صل على النبي. لا شغل. بصي قدامك ولا نقعتها ولا اي حاجه من دي. وخلي بالكم الليفه دي فعلا بجد بجد هاتوها يا جماعه. مش غاليه والله، ما غاليه زي الصفرة وفي خضرة ديت لا لا لا، دي 100 100. دي 100 100 بجد. تمام. بصي العيون وهمشي معاكي بعين عين يعني. مفيش كلام. يعني انا اصريت اسيب لكم البوتاجاز والحاجات دي. وفعلا فعلا انا كنت تعبانه جدا فتره العيد يعني. انا يعتبر معيتش على حد ولا رحت لحد في العيد عندي، علشان كنت تعبانه جدا ومرهقه. فالحمد لله الذي عافاني وكده هو ربنا سبحانه وتعالى. ف لازما بقى تقفي على حاجتك. لازما انت اللي تعملي حاجتك بنفسك. فالحمد لله. بصي دلوقتي انا هشيلك الحته دي خالص عشان اتخنقت منها اساسا. تمام. وفكروا لي كده اللي نفسه ياكل اكله وجاي على باله وناسي مقاديرها او ناسي حاجاتها. وعندك في القناه عندك في حاجات كتير. انا من النوع اللي بحب الاكل المشوي كتير، وعندك في القناه حاجات سهله كتير. واللي حابه تستفسر عن اي شيء انا تحت امرك في اي حاجه. انا اختكم وانتوا اهلي. واتمنى ان انتوا القناه بتاعتي ما تعتبروهاش قناه وكده وخلاص. لا،
انا منكم وانتم مني. ان كبرت هكبر بيكم. انتوا احسن ناس بتتفرجوا عليا طبعا، وربنا يبارك لي فيكم. بس شلت الحته. تمام. عايزه اقول لكم خلي عندكم صبر للحاجه، وفكري. احنا نقدر نعمل كل حاجه. احنا طالما حطينا الحاجه في مخنا خلاص هنقدر نعملها. تمام. وانا عملت كتير للبوتاجاز بتاعي ده، لاني هو بينور المطبخ بمعنى اصح. فاللي عايز يعمل فرن البوتاجاز وفرن البوتاجاز بتاعه مضايقه يقول لي، وانا هنزلك حاجات ليه برضك. ممكن البيكنج باودر، بس البوتاجاز عشان صاج من جوه، فهيبقى هعمل لك حاجات تانية هتساعدك ان هي تنضف لك الفرن من جوه. تمام كده. طبعا انت ممكن تعمل دوت الحماله بتاعه الفرن البوتاجاز اللي هي الستانلس، لان البيكنج باودر والملح والميه السخنه حلوين جدا للستانلس. تمام. بيلمعها. فخلي ايدك في حاجتك على طول دايما. ويلا لو انت كسلانه مش قادره تقومي، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم. قولي توكلت على الله وقومي اعمليها. ما تكسليش على حاجتك، لاني معلش محدش هيعمل حاجه الا انتي. تمام. كل حاجه لازم نطلعها كويس جدا. عندك حساسيه، عندك اي حاجه، ربنا يعافي كل الناس طبعا. انا بوريكم انا بعمل بايدي، مرضيش البس جلافز او جوانت او اي حاجه في ايدي عشان اوريكم ان الحاجات دي طبيعيه. انا ما حطيتش اي حاجه كيماوي ان هي تهري الايد، لان انا عارفه الحاجات التانية ديت بتبهدل الايد جدا. وعايزه اقولك كان في جرح في صباعي كمان. يعني الجرح دوت لو اي ماده كيميائيه كان زمان صباعي دلوقتي. انا عايزه اقولك مش هعرف اصور معاكي وصباعي كده. كنت لازما اني انا اعمل صباعي، يعني احط لزقه او اي حاجه. بس وقولوا لي بقى انتوا عملتوا ايه في العيد؟ خرجتوا ولا عملتوا زي في جزيره القطن؟ يعني اللي خرج يقول انا خرجت بامانه عادي، واللي نام وقضاها نوم كده زي حالاتي يقول. انا ما بحبش اصلا خروجه الصيف، يعني الصيف ما بحبوش. تمام. انا احب الشتاء اكتر من الصيف يعني. فاللي خرج يقول لي خرجت. رحت فين؟ عملت اكل ايه؟ شويته ولا سلقته ولا عملته ايه؟ في ناس ما بتحبش تاكل اللحمه في العيد، في ناس بتحب تاكل اسماك. يعني دي حريه شخصيه للناس، يعني احنا مش هنمسك الناس في اكلها. تمام. فيا ريت كل واحد يقولي في تعليقه عمل ايه في العيد عشان اقول لكم انا عملت ايه في العيد انا كمان. تمام. بس وادي العيون الجميله بتاعتنا اهي قصادنا. نرجع بقى لعيون البوتاجاز. شفتوا عماله اديله ادي فيهم وعماله تدعك. بس عايزه اقول لكم والله ما دعك اللي هو دعك افترا كده، لا، لان الليفه دي جميله جدا. يعني دوسي عليها دويستين، او بصي لو هتلاحظي ان انا برفع صباعي كمان لاني مش عارفه املك الليفه من صباعي، لان بيتشكشك في الجرح بتاع صباعي. تمام. بس بصي الجمال. يلا ايه بروحي بقى اشطفيهم. وادي العيون ما شاء الله، اللهم صل على النبي. انا عايزه اقولك الكاميرا مش مديه حق تعبي. اللي هيديني حق تعبي انتوا. لما تقولي لي الله ينور عليكي ربنا يبارك لك. واي جديد اي حاجه تخطر على بالكم انا معاكم في اي وقت. خلي بالكم الحماله ديت برضو هطلع لكم فيديو ليها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.